السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة غريبة أوي. أمريكا فعلا هتبقى لايصة السنة الجاية وفي حوسة سودا. أمريكا بجلالة قدرها وبالديمقراطية بتاعتها والنظام الانتخابي عندهم السنة الجاية الانتخابات الرئاسية، وزي ما انتوا شايفين عم بايدن اللي هو المرشح من الحزب الديمقراطي. في حزبين كبار في امريكا هم اهم حزبين، الديمقراطي والجمهوري. عم بايدن رئيس امريكا الحالي كل يوم طالع فيه سبيتش، بيدي خطاب او مؤتمر صحفي، ويا عيني باين عليه انه الالزهايمر وفقدان الذاكره واضح تماما. النهارده هل علينا بحته تصريح كان بيتكلم عن غزه وبيقول ايه؟ بيقول الرئيس السيسي رئيس المكسيك كلمته وقلت له يفتح معبر رفح، واحنا كنا عايزينه يفتحه من الاول. يا عم بايدن، الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مش المكسيك، والا كده بقى هنسمي السيسي هوزيه ولا هيمينيز ولا رودريجيز. فبايدن ده يعني انا مش عارف، حاجة و80 سنة، ربنا اديله الصحة ويشفي الناس. طبعا انا مش بتريق عليه، بس يعني الحزب الديمقراطي ده مش شايف ان بايدن يعني خلاص بقى يتهته خالص؟ هو ممكن يبقى حاجة و90 سنة بس ما يبانش عليه، بس هو يعني خلاص، يعني حصلت مرتين تلاتة أربعة، واضح إن الراجل مش قادر وعنده مشكلة في الذاكرة. طيب الحزب الديمقراطي ده حزب عريق في أمريكا ومن أهم الأحزاب هو والجمهور. الحزب الديمقراطي ده طلع قبل كده بيل كلينتون، وشفتوا بيل كلينتون كان عامل إيه في اقتصاد أمريكا؟ ده خلاها إيه؟ طلع قبل كده برضو باراك اوباما، ناس فطاحل، اول واحد اسود، امريكاني اسود يبقى رئيس امريكا. فالسنه الجايه امريكا في حوسه. معقوله هينتخبوا ده او يعني يعيدوا انتخابه بايدن؟ لا، والحوسه الاكبر اللي قدامه بقى مين؟ ترامب لغايه دلوقتي، اللي كاره العرب، اللي نقل سفاره اسرائيل، سفاره امريكا للقدس، واول كام قرار في الاميجريشن وفي الهجره ان يمنع عرب، يعني مواطنين عرب من بلاد معينه يخشوا امريكا، وحاجه بقى ايه، عنصريه بقى وايه. فالسنه الجايه يا عيني الامريكان مش عارفين ينقوا مين ويختاروا يعني الاتنين دول لو اترشحوا، واضح ان هم اللي هيترشحوا، الا بقى لو ترامب مشاكله القانونيه، عنده مشاكل قانونيه كبيره، هي هيمنعوه المحكمة الفيدرالية أو السوبريم كورت أو المحكمة العليا تمنعه إنه يرشح نفسه. كده وكده بين الاتنين مرشحين، يعني أنا مش شايف إن ده خير خالص على أمريكا وده صح. يعني فين الكوادر الجديدة والشباب الجديد في الحزب ده والحزب ده؟ يعني مفيش إلا عم بايدن ده وعم ترامب. على العموم ادينا هنشوف وهنراقب ويعني هنحلل لكم اللي هيحصل وربنا يستر. اهم حاجة في الاخر احنا كفي الشرق الاوسط هنا اللي يهمنا انه يجي رئيس امريكي ما يفشخناش فشخة سودا زي اللي قبل كده يعني، ويبقى متحامل على العرب قوي وعلى الفلسطينيين. يعني انا دايما اقول يا رب اعيش واشوف اليوم ان رئيس امريكا ياخد القرار ب يعني إعطاء الفلسطينيين حقوقهم ودولتهم المستقلة. يا ترى هنشوف رئيس أمريكي عنده الجاتس وعنده الكورج وعنده يعني يبقى بريف انف، عنده الشجاعة إنه يعمل قرار، ياخد قرار زي ده؟ ياما هنعيش وياما هنشوف، وربنا يسهل واحنا في زمن العجائب. أعزائي المشاهدين، لو عجبكم الفيديو اخبطوا سبسكرايب وفولو للقناة، ودايما نجيب لكم كل ما هو مميز وجميل في قناتي المتواضعة. كل سنة وانتم طيبين ونشوفكم على خير، وشكرا لحسن المتابعة. ميرسي.